أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة بإذن الله تعالى هنتعرف مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة ضد نادي أتلتيك بلباو في مباراة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. لكن قبل ما نبدأ أتمنى من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة جميع مواعيد مباريات نادي ريال مدريد القادمة بمشيئة الله تعالى، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد، ويلا بينا نتعرف مع بعض على تفاصيل هذه المباراة. Audio Jungle. بعد مكسب نادي ريال مدريد اليوم أمام نادي أوساسونا في مباراة الجولة ال29 من بطولة الدوري الأسباني بنتيجة 4-2، أصبح نادي ريال مدريد محافظا على صدارة ترتيب الدوري الأسباني برصيد 72 نقطة من 29 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن وصيف الدوري جيرونا الذي لعب 28 مباراة. ونادي أتلتيك بلباو بيقع في ترتيب المركز الخامس برصيد 53 نقطة من 28 مباراة. وفي المباراة القادمة ضد نادي أتلتيك بلباو ضمن الأسبوع ال30 من بطولة الدوري الأسباني سوف يسعى نادي ريال مدريد بكل قوة على حصد الثلاث نقاط والابتعاد أكثر بمقدمة الدوري. وفي آخر مباراة جمعت بين نادي ريال مدريد وأتلتيك بلباو كانت مباراة الأسبوع الأول لهذا الموسم، وانتهت بمكسب نادي ريال مدريد بنتيجة 2-0 على استاد سان ماميس. وفي مباراة الجولة القادمة ضمن الأسبوع ال30 سوف يستقبل نادي ريال مدريد نظير نادي أتلتيك بلباو على استاد سانتياغو برنابيو بعد التوقف الدولي، وذلك في يوم الأحد الموافق 31/3/2024 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا وسوريا والسودان، 10 مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر. وسوف تنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت 1. بكده يبقى وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتوقع مكسب نادي ريال مدريد في هذه المباراة. لو حضراتكم أيضا من متوقعي نتائج المباريات يا ريت تشاركونا توقعاتكم عن نتيجة هذه المباراة في التعليقات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.